غنوجد معكم آلة فقاس اللي تقدروا توجدوه، كيجي بنين بزاف، واهم حاجه انه ناجح 100% جميع المراحل باش ما يتشققش لكم الفقاس في الفران وما يتهرسش لكم في التقطيع. غتلقاوه في هذا الفيديو. الا بغيتوا فيديو طويل فيه جميع التفاصيل غتلقاوه في قناتي. بالنسبه للمكونات غتلقاوها بالتفصيل اسفل الفيديو. هنا درت البيض، السكر، رشيشه ديال الملحه، نسمت بقشور البرتقال، النافع وحبه حلاوه، كاس ونص ديال الزيت. كنطرب جميع هاد العناصر، من بعد كندير كاس مع مرش ديال الزنجلان، كاس مع مرش ديال الكاوكاو، شويه ديال الزبيب اللي رقدته، شويه في الماء، نص كاس ديال الماء زهر. وكنبدا نضيف الدقيق بالتدريج وانا كنجمع في العجينه. بالنسبه للعجينه ما خاصهاش تجي نهائيا قاصحه، خاصها تكون رطبه. خميره واحده اللي كتوزن 8 غرام، ما تكثروش من الخميره، هذا سر من اسرار نجاح الفقاس باش ما يتشققش لكم في الفران. والعجينه ما خاصهاش تكون قاصحه نهائيا. اما اللوز فانا قطعته ودرته بهذه الطريقه كيف ما موضح لكم في الفيديو. وباش ما يتشققش لكم الفقاس في الفران ما خصوش يكون سخون، خصو يكون بارد. يعني حتى تبغيو تدخلوا الفقاس ديالكم الفران عاد تشعلوه وديروا عافيه مهيله وتخليوه يطيب على خاطر. بالنسبه للعافيه كتكون تحت من الفقاس، ما كتكونش فوقه باش ما تشققش لكم. وفاش كنخرجوا من الفران كنخليه يرتاح على الاقل واحد نص ساعه، كنغطيه مزيان. من بعد كنبدا نقطع فيه مباشره. من بعد التقطيع كتدخلوا الفران على حراره 180 درجه حتى يتحمر لكم، وبالصحه والراحه.